طول عمرنا بنسمع ان الرقابة ممكن تمنع فيلم، انما ان فيلم الرقابة توافق عليه والجمهور هو اللي يطلب منع عرضه ده كان جديد الصراحة. فيلم المذنبون هو اكتر فيلم مليان تناقضات في تاريخ السينما المصرية. يعني توافق عليه واتعرض وبعدين اتمنع، وكان السبب في محاكمة لجنة الرقابة، وبعد كده رجع اتعرض ودخل مهرجانات واخد جوائز، وكمان كان ضمن افضل 100 فيلم في تاريخ السينما المصرية، واللي بالمناسبة عاملين عنهم قائمة فيديوهات موجودة على القناة. خش بقى اتفرج ومتع نظرك. طب ايه حكاية فيلم المذنبون؟ وليه الجدل ده كله حوالين الفيلم؟ هحكي لك. فيلم المذنبون انتاج سنة 1975، سيناريو وحوار ممدوح الليثي، عن قصة الأديب نجيب محفوظ، وإخراج سعيد مرزوق. الفيلم بطولة مجموعة كبيرة جدا من النجوم: سهير رمزي وصلاح ذو الفقار وعمر الحريري وعادل أدهم وحسين رياض وعماد حمدي وتوفيق الدين، مجموعة كبيرة قوي. الفيلم يعتبر بينتقد الأوضاع السياسية والاجتماعية بشكل غير مباشر من خلال جريمة قتل بتحصل لممثلة مشهورة، والبوليس بيحقق مع شخصيات اجتماعية مختلفة كانت بتظهر عندها كل يوم، وبنكتشف بالتحقيق فساد في مجالات مختلفة بتنتهي بمحاكمتهم كلهم. الفيلم اتعرض على الرقابة وتوافق على السيناريو، لكن بعد شوية تعديلات، وتصور واتعرض لمدة 4 شهور، وكمان دخل مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الأولى، وفاز عماد حمدي بجائزة أفضل ممثل عن دوره في الفيلم. طب فين المشكلة؟ اتقال وقتها إن مجلس الشعب استقبل شكاوى كتير بخصوص الفيلم ده، وإنه بيسيء لسمعة البلد. وزير الإعلام وقتها سمع بالموضوع وطلب وقف عرض الفيلم ومراجعته تاني من الرقابة، لكن الموضوع ما وقفش لحد هنا. الناس كانت مستغربة ازاي الفيلم اتوافق عليه رقابيا واتعرض، عشان كده اتعمل له لجنة مخصوص عشان تعيد تقييمه، وانتهى الموضوع بتوصيات لتعديل قوانين الرقابة على الأفلام، وتوصية بتحويل لجنة الرقابة اللي عرضت الفيلم للنيابة، وده كان إدانة ضمنية للفيلم. الغريب إن الفيلم اتمنع سنتين، لكن خرج قرار من وزير الإعلام برضه بعرض الفيلم تاني ومن غير أي تعديلات، لكن مع تصنيفه للكبار فقط، عشان يكون أول فيلم يتمنع من العرض بناء على طلب الجمهور، ومن أكتر الأفلام اللي عملت جدل وفي الآخر اتعرض عادي. لو شفت الفيلم قول لنا أنت مع منعه ولا مع عرضه. فولو بقى. سلام.